السلام عليكم حبيباتي في فيديو جديد لنهار اليوم. ان شاء الله لا فيديو تاعي تسبكم وانتم في احسن الاحوال وفي صحه جيده يا رب. اليوم البنات جبت لكم فكره عن تقديم طاوله عيد ميلاد، طاوله بسيطه. قعدوا معايا البنات نشوفوا المقادير اللي عندنا وطرق التحضير. الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم نبداو بلا جينواز. عندي هنايا 4 حبات نتاع البيض، عندي مغرفه صغيره نتاع لافاني، عندي 120 غرام تاع السكر العادي سكر خاشن، و120 غرام تاع الفرينه. لهنا كل حبه تاع بيض كبيره تقابلها 30 غرام تاع سكر و30 غرام تاع لافارين. روحوا البنات في طريقه التحضير. اول حاجه هنا نديروها نفصلوا البياض عن الصفار بهذا الشكل. من بعد نديرو هنايا قرصه ملح في البياض تاعنا ونطلعوه بالباتر. نطلعوا البياض البيض تاعنا موس. بعد ما يطلع لنا بهذا الشكل، يعني هو ما طلعش بزاف مي نخلوه يتكاتف لهذا الحد، ونبداو نضيفوا السكر تاعنا على دفعتين او 3 دفعات، وحنا نكملوا نضربوا بالباتر حتى تولي عندنا يعني البيض يحكم روحه في القوام ويكون يلمع كيما كنديروا لا مورينغ نفس الشيء. فوالا البنات انا هنا بعد ما كملت دربت الخليط تاعي تاع بياض البيض. شوفوا القوام تاعه كيفاش يكون. يدير لنا هذا المنقار، يعني ضروري تخلوه يطلع معكم هكذا باش لا جينواس تاعكم تجيكم نتيجه مليحه. انا هنا بعد ما كملت طلعت البياض البيض، نروحوا نجيبوا هذاك الصفار اللي كنا نحيناه في الاول كما راكم تشوفوا هنا. نبداو نضيفوه حتى هو على 3 دفعات، نبداو نضيفوه تقريبا بالحبه ونخلطوا عادي بالباتر فيتاس 1، يعني برك ندخلوا الصفار في البياض تاعنا بهذا الشكل حتى نكملوا كاع الكميه تاعنا تاع الصفار. شوفوا هنا البنات القوام تاعها كيفاش يكون، يعني تكون حاكمه روحها تري بيان. انا هنا من بعد شندير نمشيو نجيبوا هذيك المغرف الصغيره اللي قلت لكم تاع الفانيلا. نضيفوا هنايا مغرف صغيره نتاع لافاني ونجيبوا الفرينه تاعنا بطبيعه الحال نغربلوها باش ندخلوا الهواء في الكيكه تاعنا كما راكم تشوفوا هنايا. نضيف الفرينه تاعي على 3 دفعات ولا 4 دفعات ونبقاو نخلطوا هنايا بالعقل برك البنات من التحت للفوق باش ما يهبطش معانا الخليط تاعنا. وهنايا انا كنت نخلط بالعقل برك كي زدت لا فيتاس لا فيديو تبان اني نخلط بالخف، وهي لا تكملوا تخلطوا بالعقل البنات وتاكدوا مليح باللي ما راهيش بقيت لكم الفرينه في القاع، يعني من التحت خلطوا مليح مليح باش ما تقعد لكمش راسيات لكم الفرينه في الوسط ولا في التحت. كيما راكم تشوفوا البنات انا هنا كملت كاع الكميه تاعي تاع الفرينه، خلطت الخليط تاعي مليح. نروحوا نجيبوا المول تاعنا اللي غادي نستخدموه اليوم في الكيكه. عندي هذا المول القطر تاعه 18 سنتيم والارتفاع 9 سنتيم. انا هذا كنت شريته جديد، شريته هذه المره كي كنت في بنيصاف 20 ميل صراحه ولا اروع، ما يلصق ما والو. نورمالمون هذا المول كتدخل لي فيه 5 حبات حتى 6 حبات نتاع البيض. انا ما كنتش مطيبه بيض ديجا من قبل، على هذيك اللي ما عرفتش اللي عندها هذا المول دير حتى 6 حبات نتاع البيض، يعني كل حبه تاع البيض كما قلت لكم تقابلوها ب 30 غرام تاع سكر و30 غرام تاع فرينه. انا هنا بعد ما درت الخليط تاعي في المول تاعي نروح نكون ديجا شاعله الفرن تاعي على درجه الحراره 180. نحط هاد المول تاعي في الصنيوه تاع الفرن اللي تدخل في الوسط كيما نقول لكم دائما، نشعل من تحت ومن الفوق درجه الحراره 180 هكذا باش كي يحمر لي من الفوق نعرف باللي راه حمر من الداخل من تحت تانيك. وضروري انكم ما تحلوش كاع الباب تاع الفرن باش الجنواس تاعكم ما تهود لكمش. نروحوا هنا لاجينواس تاعنا الزوجه. عندي هنايا المقادير 4 حبات نتاع البيض، 120 غرام تاع سكر خاشن، 100 غرام نتاع لافارين الفارينه هنا 100 غرام، وعندي هنايا تاني 20 غرام تاع الكاكاو البني ماشي الكاكاو هذاك اللي يجي مر. نروحوا للبنات هنايا طريقه التحضير كيما الطريقه الاولى درت كاع المراحل كيما درت في الاول، برك هنايا نضيفوا الفارينه او مخلطه بالكاكاو، يعني هذا هو الفرق. برك انكم في عود ما ديروا 120 غرام تاع لافارين ديروا 100 غرام تاع الفارينه مع 20 غرام تاع الكاكاو. ونكملوا البنات كما قلت لكم تخلطوا بالعقل من تحت للفوق حتى يتخلط لكم الخليط تاعكم مليح وما تقعد لكمش الفارينه في الخليط. كما راكم تشوفوا درتها في المول ونولي نطيبها بنفس الطريقه اللي طيبت بها الكيكه الاولى.
لهنا البنات نروحو نحضروا مع بعض الكريمه تاعي. عندي هنايا لا شونتيي، عندي الحليب، وعندي علبه نتاع فلون تاع ياغورت كراميل، ياغورت هذاك الفلون كون كاع تعرفوه. عندي هنايا طوفيا كراميل، وعندي شوكولاته تاع طيله. لهنا البنات نروحو لطريقه التحضير. نجيبو هذيك لا شونتيي تاعي لا بودر. عندي هنايا الكميه دابت 2 كيسان، غادي ندير هاد الكاس ونزيد ندير كاس واحد اخر، وغادي ندير معاها البنات كاس وربع نتاع الحليب يكون بارد. يعني ما ديروش 2 كيسان شونتيي و2 كيسان حليب، ديروا دائما الحليب ناقص شويه على لا شونتيي باش تجيكم الكريمه تاعكم حاكمه روحها مليح. هنا قلت لكم درت 2 كيسان شونتيي ودرت كاس وربع نتاع الحليب البارد، ونبداو نضربوا بالباتور حتى تطلع معنا لا شونتيي مليح تكون حاكمه روحها. كما قلت لكم البنات ضروري انه الحليب يكون بارد مليح. انا صراحه قبل ما نستعمله درته في الكونجيلاتور 20 دقيقه قبل الاستعمال. وما تخلوش تاني كي تكونجلا لكم، ما لازمش يدير لكم الماء، يعني بردوه مليح وصاي. كما راكم تشوفوا القوام راه واضح جدا في الصوره. هنا البنات نروحوا نقسموا لا شونتيي تاعنا على زوج باش نزيدو نديروا الاضافات الاخرى. لهنا حبيباتي بعد ما قسمنا لا شونتيي تاعنا، هنايا القسم الاول نديرو فيه مغرفه ونص تاع الشوكولا، يعني انا درت مغرفه معمره مليح وزدت لها نص واحد اخر، ونكملوا نخلطوا لا شونتيي تاعنا بالباتور كما الاول عادي حتى تتجانس لنا هذيك الشوكولا تاعنا مع الشونتيي وتكون عندنا قوام مليح. دوك تشوفوا معايا البنات. فوالا حبيباتي كيما راكم تشوفوا هنايا راني نخلط بالباتور، راكم تشوفوا القوام تاعها كيفاش راه، يعني حكمه روحها ما شاء الله. كيما راكم تشوفوا هنايا نحيدها على جهه ونزيدو نجيبو الاخرى. القسم الثاني هنا زدت له علبه تاع ياغورت ذوق الفلون، وهنا زدت ثاني مغرفه كبيره نتاع كراميل طوفيا. ونكملوا ثاني كيف كيف بنفس الطريقه نخلطوا بالباتور حتى تطلع لا شونتيي تاعنا مليح. صراحه لا شونتيي البنات جاتني علامه حكمه روحها متماسكه يعني في القوام، بصح هذيك السخانه لا اله الا الله محمد رسول الله. صراحه صرا فيا العجب مع هاد الكيكه. هنايا لا جينواس تاعنا البنات تاع بحبه، تشوفوا كيفاش طلعت معايا تجي ولا اروع ما شاء الله. يعني لو كان درت 6 حبات نتاع البيض كانت غادي تجيني ارتفاع اكثر واكثر. معليش المهم كيما درت هذه لا فانيلا الاخرى تاع الشوكو تاني طلعت لي هكذا. انا هنايا نقسم الجينواس تاعي، درت 3 طبقات تاع فاني وزوج طبقات برك نتاع شوكو. طبقه واحده تاع شوكو اللي بقات احتفظت بها في المجمد، يعني فتتها واحتفظت بها بالمجمد. ندير بها دي فيغين ولا نحتاجها في وصفات اخرى. انا هنا غادي ندير طبقه فاني، طبقه شوكو، طبقه فاني شوكو فاني، يعني 5 طبقات في الكيكه تاعنا. نروحوا نشوفوا مع بعض البنات المونتاج. كيما راكم تشوفوا هنايا البنات الحاجه الاولى اللي نديروها وكيما شفتوني ما درتش السيرو، يعني ما خدمتش السيرو. هنايا عندي كاس نتاع ليموناد عادي تاع الغاز. من الاحسن تكون عندكم ليموناد ذوق الليمون، واغلب المحلات البنات اغلب المحلات يستعملوا الليموناده في التشريب نتاع الكيكات تجي ولا اروع. قلت لكم خاصه الليموناده اللي تكون في ذوق الليمون ولا الاناناس. انا هنا ما كانتش عندي ليموناده في ذوق الليمون ولا الاناناس، كانت عندي هذه درتها. يعني هكذا شويه تنحوا على روحكم المرحله يعني شتو دي فوا نخدموا السيرو يقعد ولا غير يقعد يتقاس باطل يتلاح. سكيفي انا هنايا فضلت اني ندير ليموناده. كيما راكم تشوفوا هنا نشرب الطبقه تاعي الاولى مليح، ندير لها هنايا كميه من الكريمه بهذا الشكل. نعاود ندير لها البانان وندير الشوكولا بهذا الشكل كيما هكذا البنات. انا هنا المشكل اللي صرالي في هذه الكيكه انه ما عنديش الادوات اللي نستحقوهم باش نليسيو الكيكه باش نخدموا الكيك. كيف شويه نغبنت، يعني الا ما عندكمش الادوات من الاحسن انكم ديروا كيكه يعني مربعه الشكل ولا مستطيله، راح تساعدكم خير وخير. هذه شويه المدوره يليق لها داك الصحن اللي دور باش تليسيها، ويليق لها سباتولا. انا ما عندي لا سباتولا لا صحن يدور لا والو، يعني سلكتها كيما جات كلات. هنا درت الطبقه الثانيه الكريمه ودرت الطوفيه ودرت البانان كيف كيف. نعاودو نحطو الطبقه تاعنا الثالثه تاع لا جينواز نشربوها بنفس الطريقه، نديروا لها الكريمه تانيك. وعندي هنايا البنات زدت لها المربى نتاع الفراوله. يعني صراحه الذوق ما نحكي لكمش البنات كيفاش خرجت لي ما شاء الله في الذوق، مع انه الشكل شويه غبنتني وزيد طاحت لي
نحكي لكم ولا نكمل ولا ما تبقاش. المهم هنايا البنات الطبقه الثالثه درت لها كراميل وشوكولا وبنان، والطبقه الاخيره تاع لا جينوا شربتها من الجهه التحتانيه باش نحطها. كما راكم تشوفوا هذه نورمال الطبقه اللي كانت من التحت خليتها درتها من الفوق باش تليسالي مليح. انا هنا البنات غادي نليسيها حاجه خفيفه ظريفه برك باش نحيها في المجمد تبرد شويه عاد نكمل ليسيها لا دوزيام فوا. شوفوا هنا البنات الكريمه كيفاش كانت يعني ما شاء الله كانت عاقله. بصح من بعد السخانه غلبتها مسكينه بقات غبنتني يعني صراحه. هادو اللي هم يخدموا لي كيك ويديروا الطلبيات يحسن نعاونهم، صوفي لهم يخدموا تحت الكليماتيزور هذيك حاجه اخرى. انا عندي بنت العم تاع غردايه، هي ماشي بنت عمي مي كنيتها كما كنيتي. طيبي زينب بنحييها من هذا المنبر صراحه ولا اروع، يعني ملكه الكيكات انا اسميها ملكه التورتات. ما شاء الله عليها. اللي بغي اجوتيها في الفيسبوك اسمها طيبي زينب، شوفوا لي موديل اللي عندها. هنا عندي البنات درت الكيكه تاعي كما قلت لكم في المجمد تبرد، ورحت ندير معكم وصفه واحده اخرى. هنا بغيت ندير لا موس وشوكولا باش نعمر الطاوله تاعي. شا عندي هنا البنات عندي 3 حبات نتاع البيض، فصلت الصفار عن البياض. عندي هنايا 100 غرام نتاع الشوكولا سوداء ذوبتها، وعندي جمار كبار نتاع السكر. نروحوا لهذاك البيض تاعنا نضيفوا له قرصه نتاع الملح ونطلعوه بالباتور. كما راكم تشوفوا هنا البنات نطلعوه مليح بالباتور، عاد نضيفوا له السكر يعني كما درنا في المرحله تاع لا جينواز تقريبا نفس الطريقه ونفس طريقه الميرينغ تاني. كما هكذا البنات نطلعوا مليح البياض تاعنا حتى يتكاتف ويحكم روحها بهذا الشكل. نروحوا لهذيك الشوكولا اللي كنا ذوبناها بصح تكون بردت الحراره تاعها يعني ما تكونش حاميه. هنا نزيدوها على هذاك الصفار ونخلطوا عادي. فوالا لهنا البنات بعد ما نخلطوا مليح الشوكولا والصفار نبقاو نضيفوا على دفعات في البيض تاعنا ونخلطوا بالعقل من تحت الفوق حتى يتجانس الخليط تاعنا، يعني يتجانسنا البياض مع الشوكولا تاعنا والصفار. كيما راكم تشوفوا البنات انا هنا يعني غادي نكمل الكميه تاعي تاع الشوكولا. جيبوا لي فيغين تاعنا ونصبوا فيهم الخليط تاعنا ونحطوها في الثلاجه يعني مده مليحه، يعني على الاقل 4 سوايع تبرد وتحكم روحها، والتزيين يبقى اختياري. هنا بعد ما خرجت الكيكه تاعي شوفوا هنا بعد ما درتها في المجمد بردت لي واحد 20 دقيقه ولا. نرجع حنايا نولي نليسيها بوغ لا دوزيام فوا. انا هنا حتى الكريمه ودرتها في المجمد، يعني الحمان بنات الحمان هذيك الكريمه بقات تسيح لي بزاف، ساحت لي وغبنتني غراف. انا هنايا درت الكريمه تاعي على كاع الجهات عاد وليسيها. اللي عندها سباتولا غادي يساعدها الموضوع اكثر واكثر، ولا تقدروا ديروا في لابوشادوي وتفوتوا بصح اللي كي تفوتوا يكون عندكم هذاك الصح اللي دور باش نتوما تدوروا في الطبسي وتفوتوا بلابوش. يعني انايا الصوالح اللي ما كاش عندي على هذيك اللي نغبن. تشوفوا هنايا بقيت نليسيها هنا نليسي فيها، والسكين تاعي هذا اللي نليسي فيه. يعني نتوما ديروا سباتولا ما ديروش خدمي سباتولا حطوها في المدافي وقطروها وما تمسحوهاش، يعني فوتوا عليها. انا شعلت الروبيني مسخون وحطيت السكين تحت الروبيني مسخون ومن بعد خدمت بها كراهي تساعدكم في الليساج. كما راكم تشوفوا هنايا انا ليسيتها وعاود وليت درتها تبرد باش نعاود لها المره الثالثه. هنا بعد ما خليتها تبرد هنا غادي نعاود ليسيها المره الثالثه. كما راكم تشوفوا هنايا صاي غادي نليسيها هذه المره وما نزيدهاش. بهذه الطريقه البنات حاولت الماكسيموم اني نسقمها بالشيء اللي قدرت عليه. من بعد جبت هاد الكوبات نتاع البطاطا درت هاد الخطوط كيما هكا كيما راكم تشوفوا باش تجيني زيكزاك. ونجيب الشوكولا تاعي. انا هاد الشوكولا البنات اللي كنت خدمتها معكم المره اللي فاتت صوص دو شوكولا وروح هي نور الفاهمه خففتها بشويه تاع الماء، يعني ما باليش داك الراس شقال لي بانت لي شغل تقالت يعني صراحه راكم تشوفوا. المهم هنا رحت درت المايس تاعي تاني بغيت ندير المايس درت الزيت والمايس كما راكم تشوفوا درت الملح ونحركه ونخلوها حتى يبقى يطرطق، يعني هنا هو يطرطق وانا نرقب عليه مزيان ما عمتنيش كاش حبه. المهم هنا البنات نروحوا نشوفوا مع بعض الطاوله تاعنا اللي دارتها لكم نور. كما راكم تشوفوا قلت لكم الكيكه تاعي كتقريب طاحت لي، جيت نهزها من هذاك الطبسي كما شفتوا ما درت معاها ما درت تحتها حتى حاجه اللي باش نرفدها. انا باغيه نهزها وهي نص تاعها خليتها في الطبسي والنص رفدتها. المهم هاد الطورطه ما على باليش. انا هاد الطورطه نويتها تاع عيد ميلادي اللي ما درتهاش في داري، قلت معليش نديرها بالشي اللي كان.
الخطره الجايه ان شاء الله البنات. وكاينه واحد البنت وصاتني على طورطه لعيد ميلاد ولادها، نقولها حبيبتي ان شاء الله هاد الايام نديرهم، الا راكي تسمعي في الفيديو خلي لي برك الفوق تحتاجيها باش نديرها لك قبل ما تحتاجيها. حبيبتي هاجره عبير زناسني. ان شاء الله ندير لك طورطه تاع عيد ميلاد اطفال. هنايا كنت درت تانيك بسبوسه بذوق الليمون بكريمه الليمون، جات ما شاء الله منعشه يا البنات. صورت لكم فيديو بس ما بغيتش نحطها لكم في هذا الفيديو باش ما يجيش مسلسل هندي. خليت لكم الوصفه ان شاء الله غدوه الا قدرت نحطها لكم. وهذه هي البنات كانت الطاوله تاعي اللي حضرتها هكا سهره خفيفه ظريفه مع العائله، نجتمعوا ونضحكوا شويه ونتقاسموا هكا البهجه والسرور. يعني البنات كما قلت لكم لازم تفرحوا نفسكم بنفسكم، يعني ما تستناو حتى واحد في الدنيا يفرحكم. خلقي السعاده لنفسك، ديري حاجه اللي تبغيها بنفسك، ما تستني حتى واحد يخلق لك السعاده ولا يخلق لك البهجه ولا انتي حبي نفسك باش كاع الناس يحبوك، باش حبي نفسك باش تتلقاي الحب من الاخرين. هذه هي البنات، ما على باليش الا وصلتكم الحاجه اللي انا باغي نقولها لكم. المهم هنايا كيما راكم تشوفوا قسمنا الكيكه تاعنا انا وولادي، وغادي تشوفوها معايا في الداخل كيفاش تكون. فوالا البنات صراحه الذوق ما نحكي لكمش ذوق ولا اروع، رائعه جدا البنات جدا جدا. الا بصح نقول لكم الا ما عندكمش سباتيل ما عندكمش الصحن اللي يدور وهذاك ديروها مربعه الشكل، وشوفوا كيفاش ديروا لها في الجناب كاوكاو ايفيلي ولا عفسه هكا اللي باش تدرق لكم، يعني لي صاجي اللي قله الصوالح تاوعه. المهم البنات كان هذا هو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله ما نكونش صامته عليكم، نكون خفيفه ظريفه عليكم كيما نقول لكم حبايبي دائما. ان شاء الله تجربوا الوصفات تاعي وتنجحوا فيهم. البنات اللي بغاو ينضموا عندي مجموعه في الفيسبوك درتها جديده، اسم تاعها بنفس الاسم تاع القناه. ارواحوا عندي حبيبات القلب، نجتمعوا وتحطوا تطبيقاتكم ووصفاتكم. هذا هو البنات الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. نقول لكم حبيبات القلب ان شاء الله وانتم تتفرجوا في هذا الفيديو تكونوا في احسن الاحوال وصحه جيده والمورال تاعكم طوب. ندعو ربي ان شاء الله يرفع علينا هذا البلاء عاجلا وليس اجلا، ويدخل علينا العيد بالصحه والهنا والعافيه. نخليكم بخير ونلقاكم دائما بخير غالياتي. دمتم في رعايه الله وحفظه. استودعكم الله والى اللقاء.